في موندو ديبورتيفو الإسباني الكولومبي لويس دياز يسدد باتجاه برشلونة. اللاعب يريد الانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني. من مدريد إلى برشلونة، الوقفة الأولى ستكون مع صحيفة موندو ديبورتيفو التي اهتمت بمستقبل الكولومبي لويس دياز مع ليفربول. بحسب اليومية الكتالونية فإن دياز هو أكثر لاعب مطلوب في برشلونة، وأشارت في السياق إلى أن صناع القرار في برشلونة يعتقدون بأن التعاقد مع لويس دياز لن يكون أمرا صعبا لأن اللاعب لا يمر بأفضل أوقاته في قلعة الأنفيلد رود. أضافت أنه رغم وجود قيود اقتصادية إلا أن برشلونة يعمل على تعزيز خط هجومه، وأحد أبرز المراكز المطلوب تعزيزها هو الجناح الأيسر. في موندو ديبورتيفو أيضا نتابع مقالا بقلم الكاتب خافير بوش انطلق فيه من الأخبار التي تقول بأن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية قد تقرر في قادم الأيام توزيع الكرة الذهبية التي ألغتها في العام 2020 بسبب جائحة كورونا. الكاتب رأى بأن البولندي روبرت ليفاندوفسكي هو من يستحق الفوز بها بعد موسم استثنائي بقميص بايرن ميونخ، لكنه في نفس الوقت تمنى لو أنه يأخذ الجائزة ويرحل عن برشلونة هذا الصيف. سيكون من العدل أن تمنح مجلة فرانس فوتبول الكرة الذهبية لنسخة 2020 للمهاجم البولندي ليفاندوفسكي، كيف لا، وهو الذي سجل 55 هدفا كان أفضل من ميسي ورونالدو وغيرهم، والدليل أن ليفا فاز بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في تلك السنة. ربما وبعد حصوله على الكرة الذهبية سيخبره أحد من إدارة برشلونة أنه سيكون من الأفضل له أن ينهي مسيرته في مكان آخر، فليحصل ليفاندوفسكي على الكرة الذهبية، وليحصل من قرر التعاقد مع لاعب بعقد يمتد حتى سنه في 37 على جائزة الباذنجان الذهبية. أما في صحيفة سبورت الكتالونية نتابع مقالا آخر جاء فيه انتقاد لاذع لسياسة برشلونة على مستوى التعاقدات وإبرام الصفقات. المقال بقلم الكاتب هيوغو سكوتيا، واللاعب المستهدف في هذا المقال هو البرازيلي فيتور روكي الذي تعاقدت معه برشلونة من أجل إبقائه على مقاعد البدلاء، والكلام طبعا لكاتب السطور التالية. أمر غريب لا يمكن أن نجد له أي تفسير. ما يحصل مع اللاعب فيتور روكي يجب على أحد الأشخاص في إدارة برشلونة أن يشرح لنا كل ما يحدث مع النجم البرازيلي الشاب. نحن نتحدث عن مستقبل لاعب موهوب يستحق أن يلعب لكنه حبيس دكة البدلاء. إنه لغريب أن برشلونة في قمة أزمتها الرياضية والاقتصادية أن يستثمر في لاعب ربما لا يحتاجه الجهاز الفني، فبعد أسابيع قليلة من وصوله بدأ الحديث عن بيعه دون إعطائه أدنى فرصة. لذلك ننتظر أن يخرج شخص ما ويتحدث ويقول لنا ما خفي في قضية اللاعب فيتور روكي. مدرب برشلونة أنه يعمل مع المدير الرياضي ديكو ورئيس النادي جوان لابورتا لتجهيز الفريق للموسم المقبل، وذلك رغم الأنباء التي تربطه بالإقالة من تدريب الفريق، مضيفا أن الجميع يعملون معا ويسيرون في اتجاه واحد. في هذا الموسم لم نكن تنافسيين بما فيه الكفاية للفوز بالبطولات، لكننا كنا قريبين. أنا لا أعلم شيئا حول المستقبل لكنني أتفهم ما يقال، لكن إن تم سؤالي فلدي الكثير من الرغبة والحماس والطموح، ونحن نخطط مع ديكو ورئيس النادي من أجل الموسم المقبل، لكنني لا أستطيع التحكم في بقية الأمور. شخصيا لم يتحدث أي شخص معي والعلاقة لم تتغير. أنا قلت ببساطة ما أعتقد أنه حقيقي، وهو أننا سننافس على جميع البطولات بحماس وطموح، لكن الوضع ليس سهلا ونحن جميعا نعمل معا ونسير في اتجاه واحد. سيغيب الدولي الإسباني إسكو عن بطولة أوروبا 2024 بسبب الإصابة، وكشفت الفحوصات أن صاحب 32 عاما يعاني من كسر في عظم الساق اليسرى بعد إصابته في المباراة التي جمعت فريقه ريال بيتيس أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني، ما يعني أنه لن يشارك مع منتخب لاروخا في يورو ألمانيا الذي سينطلق الشهر المقبل. صحافة القارة العجوز، الوقفة الأولى ستكون مع أبرز العناوين، ونبدأ مع صحيفة سبورت الإسبانية التي عنونت ليفاندوفسكي يواجه ضغوطات رغم رغبته في البقاء مع برشلونة.
نبدأ جولتنا العالمية من إسبانيا وتحديدا إقليم كاتالونيا. صحيفة سبورت كشفت عن آخر التطورات حول مستقبل مهاجم برشلونة معنونة ليفاندوفسكي يريد حسم مصيره، يفضل البقاء. سبورت قالت إن موقف البولندي لم يتغير، هو مرتاح في برشلونة، يريد الاستمرار لعام أو 2، لكنه يتقاضى راتبا ضخما قد يدفع النادي التفكير ببيعه لتخفيض الإنفاق الذي يفاقم الأزمة الاقتصادية للبلوغرانا. كشفت الصحيفة الكتالونية أن مستقبل ليفا سيحسم قريبا في الاجتماع المرتقب بين وكيله والإدارة، ويفضل اللاعب الاستمرار باللعب في أوروبا ومواصلة مشواره مع برشلونة. جوان تناول في مقاله اليومي في صحيفة سبورت أبرز المخاوف في عقب إعلان جوان لابورتا عن استمرار تشافي في منصبه للموسم المقبل. مدير تحرير صحيفة الكتالونية حذر من عدم حصول هرنانديز على الدعم الكافي من الإدارة واللاعبين والجماهير. المزيد مما جاء في مقال الكاتب وحول خوان لابورتا نرصده في السطور التالية. رضخ لابورتا وسمح لنفسه بالاقتناع بتشافي بعد أيام خدع الفريق نفسه في جيرونا وعادت الشكوك للرئيس ومجلس الإدارة والمشجعين. لا يريد أحد وضع يده في النار ليكون تشافي مدربا الموسم المقبل. الجميع يحترم تشافي، يسلط الضوء على دعمه لبرشلونة، لكن الشكوك حول إدارته تواصلت. يعلم الرئيس أن بدء الموسم بشكوك حول المدرب خيار سيء، لكنه يدرك أيضا أن إنهاء عقده بعد التمديد سيؤدي لانتقادات قاسية يفاقم الشعور بعدم الاستقرار والارتجال. ولكن من أجل مصلحة النادي يجب أن يحظى بدعم من جميع الأطراف، الرئيس، الإدارة، اللاعبين، وإلا سينفجر كل شيء عاجلا أم آجلا. إلى صحيفة موندو ديبورتيفو التي سلطت الضوء على رقم مميز حققه حارس مرمى برشلونة. الصحيفة الكتالونية شادت بمشوار الألماني وعنونت تير شتيغن يعادل رقم الأسطورة زوبيزاريتا. في التفاصيل قالت موندو ديبورتيفو أن تير شتيغن يستعد لأن يصبح ثاني أكثر حراس المرمى لعبا بألوان برشلونة وخوض 410 مباريات، معادلا أسطورة النادي والمنتخب الإسباني زوبيزاريتا عندما يقابل سوسيداد. أضافت الصحيفة أن الحارس الدولي الألماني تمكن بعد عقد من الزمن من كتابة اسمه بأحرف من ذهب ودخول قائمة مميزة خلف فيكتور فالديز الذي لعب 535 مباراة بين عامي 2002 و2014. ويحل برشلونة ضيفا ثقيلا على الميريا ضمن الجولة ذاتها. برشلونة سيبحث عن تحقيق الفوز في هذه المواجهة خارج قواعده لتأمين الوصافة خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، مستغلا في ذلك خسارة جاره جيرونا بعقر داره على يد فياريال، حيث سيتعمق الفارق حينها إلى 4 نقاط مع تبقي جولتين على النهاية، وهو الشيء الذي يدركه المدرب تشافي هرنانديز جيدا. في الوقت الحالي هدفنا ليس وضع خطط للموسم المقبل، بل أن نركز على مباراة الميريا. هدفنا هو احتلال المركز الثاني. إنه يعني الكثير للنادي، أولا بسبب الهيبة، وأيضا لأسباب مالية، وللتمكن من المنافسة على لقب آخر ككأس السوبر الإسبانية الموسم المقبل. لذلك نحن نركز على هذه المواجهة، وهو الشيء الأكثر أهمية.